في اللايف فتحت وهي بتعيط. قلت لكم انا حضرت اللايف بتاعها وهي بتفتح الهدايا. قبل ما تنام عملت لكم ايه؟ صورت لكم نفسها وهي بتعيط. حصل ولا ما حصلش؟ وطلعت قالت احنا ما رجعناش. ومش هأذيكي في نفسك لان انت بايعاها من زمان. افهمي بقى معنى الكلمة. مش هأذيكي في نفسك لان انت بايعاها من زمان. فلما يبقى حد بايع نفسه صعب تعرف تأذيه لان هي متباعة. نشوف له ايه الحاجات اللي عزيزة عليه. ده لو ليه عزيز، اصل هو لو ليه عزيز كان لم نفسه عشان خاطر العزيز. عشان خاطر عيله ما يتقالش عليها اللي امك كذا، او بنتها ما يتقالش عليها كذا، يبقى ملوش عزيز. امال ايه نقطة ضعفها يا كابي؟ مش ان حد يجيب لها فيلم، دي نفسها عشان تتشهر. امال ايه نقطة ضعفها؟ الفلوس؟ هي دي نقطة الضعف. يا ريتكم تكونوا فهمتوها. زوجها بخاف من الموت. في ناس ما تخافش من اي حاجة، ولا عيل ولا نفس ولا فلوس. الموت يموتها على موتها بس. لكن تمسكيها بضمير، تمسكيها مفيش. لو حد قال لها دلوقتي انا مطلعه لك فيديو تقول لك ده دلوقتي اي واحده مطلع لها فيديو هتقعد تزغط من هنا للصبح. لان هم عايزين كده، عايزين يبقى لهم افلام عشان يعملوا دعايه. مين قال لكم ان حد هيزعل ان حد ده طلع فيلم ده؟ ولا اي حاجه. دي دعايه، دعايه ان انا انثى. ما بقتش حاجه بتضرب في المجتمع. انا ما قلتش يا حبيبتي اموتها، انا بقولك نقطه ضعف كل واحد فيهم. في واحده نقطه ضعفها جوزها، معاها الفلوس كلها وجوزها هو نقطه